بعد عودة سيد عبد الحفيظ للنادي الأهلي من جديد كعضو مجلس إدارة، تعالى معايا أفرجك على أحلى 10 تجوال لسيد عبد الحفيظ مع النادي الأهلي ومنتخب مصر. طالما هنتكلم عن سيد عبد الحفيظ وأهدافه فلازم يكون ده أول هدف نتكلم عليه، وهو هدفه في الترجي كرباج زي ما الكتاب بيقول، وحارس المرمى متقدم كده خطفها له من لمسة واحدة. من أحلى الأهداف في تاريخ سيد عبد الحفيظ، بل من أحلى الأهداف كمان في تاريخ النادي الأهلي كله، تسديدة كرباج تدرس. وإذا ذكر سيد عبد الحفيظ ذكرت هذه التسديدات القوية جدا جدا جدا. تسديدة قوية من على حدود ال 18 أرضية زاحفة لا تصد ولا ترد، معلنة عن هدف جميل لسيد عبد الحفيظ. وده الهدف الثالث لسيد مع منتخب مصر المرة دي بهيد رائع. الراجل كمان كان بيلعب بدماغه وبيقدر يعمل التكملة الهجومية زي ما انت شايف كده. والماتش ده كان ماتش مصر وكوتيفوار في تصفيات كأس العالم. سيد يا سيد اتدلع يا سيد. سيد عبد الحفيظ والكرة على ال 18 أي واحدة بتجيله بيلطشها بوش رجله بتروح في المرمى، خلاص عارفة طريقها زي ما انت شايف كده. تسديداته صاروخية لا تصد ولا ترد، رجله عارفة طريق المرمى طالما على حدود ال 18 بطريقة قوية جدا. لويس فيجو العرب سيد عبد الحفيظ. الهدف الخامس بقى بتبين الإمكانيات والمهارات اللي كانت عند سيد. مش راجل بيشوط وخلاص، لا 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 لا، سرعة ومهارة وفينش زي ما انت شايف كده. بعد ما عدى من الاول وعدى من التاني وعدى من اتنين لعيبه واتنين مدافعين مع بعض من نصهم كده، وكمل بسرعته ومهارته، فنش في الزاويه البعيده بطريقه ولا اروع ولا اجمل. الهدف السادس معانا بقى بيقول لك لا يا حبيبي تعالى، انا مش بشوط برجل اليمين بس، انا بشوط باليمين وكمان بالشمال، واي تسديده من حدود ال 18 سواء على يميني او على شمالي هتروح في الجون، وعارفه طريقها بالظبط زي الهدف الجميل اللي قدامك ده. قال لهم وسعوا وسعوا، حاسبوا كده عشان الجون دوت انا هجيبه برجل الشمال بمنتهى الدقه والمهاره، وتسديده ولا اجمل ولا اروع ولا اقوى من كده. الهدف السابع ولويس فيجو العرب، ومن على بعد تقريبا 30 35 ياردة يبعت واحده كده وهو بيجري زي كارس بيل في البعيده على طول على حارس المرمى، لا تصد ولا ترد وغير متوقعه بتسديداته القويه الصاروخيه التي طبعا خلاص انت عارف لا تصد ولا ترد. والهدف الثامن بقى معانا المره دي مش تسديده خالص، المره دي بيستلم اسيست جميل من احمد جوال احمد بلال، اللي استنوا فيديو قريب جدا ليه عشان يروح ينفرد بالمرمى في ملعب المحله وماتش غزل المحله ويحط بفينش ولا اروع. الراجل ده كان عنده فينش عاقل وجميل جدا، هو سيد عبد الحفيظ، مش مجرد تسديدات وخلاص. لو فاكر الجول ده في ماتش ايه قول لي في الكومنتات. لما راح سيد عبد الحفيظ اخد على طول العرضية من لمسة واحدة بوش رجله اللي بيشوف ويتكلم ويحط هدف جميل. والماتش ده حصل فيه اهداف عالمية واهداف تاريخية عمرها ما تقدر تتنسي. لو فاكر ده ماتش ايه قول لي في الكومنتات بسرعة. الهدف العاشر والاخير، ايوه اللي ابو السيد بيرد عليك فيه بيقول لك انا كنت بلعب بدماغي، ما كانتش صدفة ماتش مصر وكوتيفوار، ويحط هدف تاني بدماغه جميل مع النادي الاهلي بعد عرضيه ولا اروع من الباك الشمال. يكمل سيد عبد الحفيظ ويحط هدف جميل بدماغه ولا اجدعها مهاجم. لويس فيجو العرب رجع تاني بيته ورجع تاني النادي الاهلي. الف مبروك لكابتن سيد على عودته من جديد، وان شاء الله مزيد من الاستقرار الفتره اللي جايه بعد وجود سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي اللي بيعتبره بيته وفعلا بيشتغل فيه بكل اخلاص، مش زي الاصفر التاني اللي كلنا عارفينه. ألف مبروك لكابتن سيد، وقول لي رأيك في الكومنتات في الأهداف لو أول مرة تشوفها. وبس كده، سلام.